عشان نحط الحمال هون. هاي بده يستنى على الباب على المهد. يلا عشان سجلون على خير على خير على خير على خير. بديش اروح. طيب يا حاج طيب خفيف. ترفض الرحيل. تنادي على ابنها الذي تركها أياما في هذا البيت، إن كان بيتا، بيت لا يصلح حتى لعيش الحيوانات. بديش تاخذوني بديش اروح. حط الحمال. طيب. أعادت نداءها لابنها الذي تركها عارية على هذا المقعد لأيام كثر. عند سماع خبر وجودها كانت محافظة رام الله أول السباقين لتأتي بالإسعاف إليها لنقلها من مخيم قدورة إلى مستشفى رام الله. وين موسى؟ لا تدور وراه. ذهبنا معها داخل سيارة الإسعاف وصرخاتها لم تتوقف طوال الطريق. لا تريد الخروج، تريد ابنها. تلقينا معلومات حول وجود سيدة فلسطينية تعيش في ظروف ومسكن وظروف صعبة للغاية، وبالتالي من واجبنا كفلسطينيين وكمحافظة أنه توجهنا إلى المكان. تبين إنه المسكن اللي بتعيش فيه يعني غير مقبول وغير متوفر في أدنى درجات المسكن الصحي والملائم. تعيش في ظروف صعبة جدا، وبالتالي كان بناء على تعليمات عطوفة المحافظ دكتورة ليلى غنام أن يتم التعامل مع هذه الحالة بطريقة إنسانية وطريقة حضارية. عائشة تعيش في البيت الذي يملأه الفئران، تأكل مما يبعثه الناس والجيران لها. لا ماء ولا طعام ولا حتى ملابس لستر جسدها. قامت محافظة البيرة ورام الله بجلب مسنة كبيرة في السن اسمها عائشة عبد الرحمن، عمرها أكثر من يتجاوز 70 سنة. طبعا استقبلناها احنا هون في الطوارئ وبلشنا نقوم بالفحوصات الطبية إلها ونعملها اللازم. أما زوجة ابنها فقالت في المستشفى ردا على الموضوع: من أولى أنا ولا ابنها؟ ابنها أولى. ابنها جنب البيت. أما ابنها فرفض التصوير. محمد أبو الزيت، تلفزيون القدس التربوي.